صباح الخير، صباح النور، صباح الورد. اللهم اجعل نهار من يراني مباركا طيبا. كاين واحد المعلومة على السريع. الكثير من المرضى اللي يجيوني عندهم واحد المعلومة خاطئة. واش تقول المعلومة هذه؟ تقول بأنه المريض كيجي عنده دوخة أو دوار، يجي مباشرة يجي يقول لي يا طبيب أنا عندي دوار وراني شكيت في أنه الكوليسترول مرتفع في دمي. هو الناس كثيرة تعتقد أنه الكوليسترول لما يرتفع يعمل دوخة أو فيرتيج دوار. هذه معلومة خاطئة يا ناس. الكوليسترول مهما ارتفع لا يحدث دوخة، ما يحدثش دوخة أو دوران، ما يحدثش، ما عندوش أعراض. الكوليسترول لما يبدأ يرتفع كاين احتمالين. لما يستمر في الارتفاع يبقى في مدة طويلة مرتفع عند فئتين، فئة الشباب وفئة كبار السن. فئة الشباب راح يكون يترسب على الأوعية الدموية وراح يكون رخو، يعني راح تبقى دائما كاينة مرونة ولكن هو مترسب وما يحدثش أعراض. استغفر الله، يقدر يعمل نتائج أنه ممكن يرفع من ضغط الدم ولكن يبقى دائما رخو لأنه مازال شباب. الفئة الثانية اللي هي الناس الكبار في السن، وين يبداو يفوتوا 40 سنة، هنا يبدا الكوليسترول لما يترسب في الأوعية يبدا يتكلس، معناتها يتصلب. وهنا وين نقولوا باللي كاين تصلب للشرايين لأنه يتصلب ذلك وهذا يعمل على ارتفاع ضغط الدم. اوكي، ولا في بعض الأحيان وين تنقص لا لوميير أو المساحة الداخلية للأوعية الدموية، وين تقل نسبة مرور الدم في الأوعية الدموية فقط. أما حكاية الكوليسترول يعمل دوخة لما يرتفع، هذه معلومة لا أنزل الله بها من سلطان، ما عندها حتى معنى في الطب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.